سكت المؤدب من أدبه فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته. ليس كل صامت غير قادر على الرد، فهناك من يصمت لأنه يعلم أن الرد يجب أن يكون لمن يفهم وليس لكل من يتكلم، وهناك من يصمت ليرتقي بنفسه وأسلوبه. أشاوس أكاديمية المجد، خبراء قناة المجد، متابعي قناة المجد، تلاميذ قناة المجد الموجودين على هذه الأكاديمية، أسعد الله أوقاتكم إخوان بكل خير. كل الحب والتقدير إخوان للجميع. اليوم بدنا نتكلم إخوان معلومات عامة. من قديم الأجل تكلمنا على هذه القناة اشرب من راس النبع تروى. تتذكروا قديم تكلمت يا أخوان، أي شخص كان موجود عندي على القناة، مثال تابع قناتي، نعتبر تلميذ تابع قناتي، نعطيكم أمثلة. فتحوا قنوات، احنا لا نخص أحد، بطلنا نرد على الكلاب اللي بتنبح. هي حطينا ببداية الفيديو ما بنرد على الكلاب يا أخوان، احنا اللي بتظل تنبح خليها تنبح لما تقوم الساعة، لأن كشفنا. أنا لما بدي أتكلم عن شخص يا أخوان بتكلم عن شخص خبير بمعنى الكلمة لما بدي أرد عليه. لما فضحنا حقائق مثال تلك الأشخاص، كشفنا حقائقهم يا إخوان من ناحية النصب اللي تفبرك بالذهب وبالمعادن الثانية وهاي الأمور. تذكروا أي واحد نصاب على القناة فضلا وليس أمرا الغي اشتراكك على هذه القناة. إذا أنت بتحس حالك موجود منافق على هذه القناة، الرجاء الخاص ما بدي أحد من المنافقين. قلنا يا إخوان إحنا بدنا شرفاء بمعنى الكلمة على هذه القناة، لا يشهد زور معي ولا مع غيري لما تتحقق له المعلومات. موضوع 2، هذا حكينا عنه يا إخوان، التلميذ اللي صنع هذا الجهاز. هيو يا إخوان تذكروا هذا الجهاز، هذا الجهاز مش لقناتي يا إخوان، أحد متابعي قناتي صنع الجهاز قديم. هذا تذكروا هذا اللي حكينا عنه قبل عدة أيام، التلميذ اللي صنعوه، خلينا نعتبرهم تلاميذ يا إخوان من متابعي أكاديمية المجد الذي صانع الجهاز بهاي الطريقة. أنا أحكي متابعيني اللي صانع الجهاز بهاي الطريقة. هيو يا إخوان حديد ونحاس، هيو حديد ونحاس. كفة اليد اللي صانع جهاز بهاي الطريقة، نعم صحيح، ارموه بالقمامة يا إخوان، ارموه بالقمامة. أنا مسؤول عن أجهزة أو الأشياء اللي أنا تحدثت عنها، لا تحدث عنها تلميذ ولا تحدث عنها. تكلمنا من هذا الموضوع من قديم من الأجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الأسياخ المجردة هاي نحاس أصفر مجرد. أنا بتكلم يا إخواني متابعي قناتي، الحديد المجرد أي إشي مجرد إذا ما استطعت أن تصنعه بالطريقة الصحيحة برضو يا إخوان بالقمامة. طيب في سيخ قديم يا إخوان صورناه على القناة أتوقع قبل 5 سنوات، مجرد صورناه بشكل مجرد بيشبه الحامل فضة بس جاي عادي زي مربع تقريبا بالشكل هذا، اللون بالشكل هذا لونه. طيب لو جبنا عليه مغناطيس يلتقطه، مجرد يا اخوان كانوا يلحموه بالحامات، شغلات الحامات اكثر شيء كانوا بيستعملوه مثال كمان تبعون بودي السيارات، سنكريت السيارات البودي. طيب حديد مطلي نحاس مجرد، ما بزبط عجزة قناتي قلنا قديم برضو حديد المطلي نحاس المجرد نفس السولف. إذا ما عرفتوا تصنعوه نعرف كيف نقول نصنع إحنا، فهمتوا الموضوع؟ نرمي برضو بالقمامة، فهمنا الموضوع. موضوع الآخر هاي سيخ الحديد والنحاس،
هذا حديد ونحاس، هذا الجهاز لي. ركز. أي شخص من متابعي قناتي ماد عليه الجهاز هذا ليد بضوء بطفي، ليد نتكلم عن ليد احنا، ماد عليه بطارية، ماد عليه بطارية، لا تستعملوا بالفحص يا اخوان وخطيتكم برقبتي. ليد بطارية اشي نحط عليه عشوائيات، مش مواصفات ومقاييس، نتكلم عشوائيات، نرميه برضه، لا نستعمله، لا تضيف عليه إضافات إلا اللي أنا تكلمت عنها فقط لا غير، كي وثقنا من أرض الواقع، وثقنا من المتابعين من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا. طيب، يوجد بالأسياخ النحاسية يا إخوان من قديم الأجل لليوم تكلمنا من قديم الأجل بهذا الموضوع. يوجد حلقة مفقودة، أين هي يا إخوان؟ في حلقات مفقودة، من الذي استطاع أن يكتشفها؟ والمخفي لسه أعظم يا إخوان، والمخفي أعظم. فإن الموضوع والذكي يفهم. موضوع الآخر، أجهزة قناتي، يعني هي هذا يا إخوان أنا مش واضع عليه بطاري مغناطيس. لو محتاج مغناطيس ذكرنا بنعرف احنا وين نحط طب خلينا نشوف بالله يا إخوان دقيقة، بدي أفحص أمامكم أشوف شو اللي بيختلف. طيب، هاي جبنا المغناطيس، نفحص بدون مغناطيس. لأن الموضوع يا إخوان أنت كفاحص ذكرناها قديم، تحتاج جهازك بده مغناطيس أو تشيل المغناطيس، ذكرناها قديم الأجل يا إخوان تتذكروا. مش اليوم أي جهاز نضع عليه مغناطيس. أي أجهزة الأنتينات، الحامل الفضة، الأمور، هل قلنا لكم نضع عليها مغناطيس؟ أنت كصانع جهاز، طول أنت مثال بتصنع جهاز بكون ما بده مغناطيس، كن أنت مسكت حالك ووضعت مغناطيس. أمثلة أعطيك من الموضوع. أنت كفاحص، فاحص أنت بتفحص بالميدان، صانع الجهاز، فهمنا كيف الموضوع؟ أنت رايح تميز لما قلنا افحص مثال بعد ما وضعنا المغناطيس أو قبل ما وضعنا المغناطيس ولما وضعنا المغناطيس. يعني أنت مش رايح تغش حالك، هل نضع مغناطيس نشيل المغناطيس. تذكروا هاي السلسلة، مش أي جهاز نضع عليه قلنا مثال مغناطيس. لا نخربط الحابل بالنابل. وضحنا هاي الأمور من بداية قناتي، كنا نتكلم عن سيخ مجرد، المجردات. كنت أنا واضع، بتذكروا خبراء قناتي والقدماء إني كنت واضع هون كنحاس أصفر مجرد، واضع مغناطيس عدد واحد وليس مجموعات من الموضوع. طيب، في إخوان إشي مبهر أو إشي مخفي عن هذا الموضوع، أنا وهو مثل الأجهزة الاستشعارية بجميع أنواعها، كأسياخ مجردة، كأجهزة
مثال أكاديمية المجد إلى هذا الموضوع. أين السر يكتمل بهاي الأجهزة أو بهاي الأنظمة؟ إن كنا اشترينا أنا وياك مثال جهاز ببرق برعد، لما تنزل بيه على الميدان شو اللي بتواجهه؟ يصلح أو لا يصلح؟ شو العطل اللي موجود بالجهاز؟ سيئاته قلنا حسناته، فهمنا؟ يعني أنت كخبير بتميز من بداية بس تمسك الجهاز بتعرف إنه صالح للعمل أو معطل. من الموضوع الآخر، كأن نعم صحيح، كأن عازلين. طيب اليوم هذا الجهاز أي حديد ونحاس للأجهزة أكاديمية المجد للأسياخ النحاسية. والله ما بعرف أحكي هاي المعلومة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما نقول إخوان أولاد الحرام معروفين مين هم أولاد الحرام، ما خلوا أولاد الحلال إشي والله. من الموضوع والله ما خلوا أولاد الحرام، ما خلوا أولاد الحلال إشي. طيب مثال، هاي جهاز أجهزة قناتي بشكل عام حديد ونحاس إلى اللي بنشرحه. بنزل أنا وياك على الميدان لحميدان، لاحظ على سبيل المثال والذكي يفهم، طحنا على الميدان يا حميدان، طلعنا أنا وياك جميع أنواع مثال المعادن. أمثلة نعطيك مثال، المعادن نعتبرها من عمق 1 سنتي على مثال نعطيك لغاية 1 متر لمتر، أمثلة. طيب بعد ذلك قاعدين بندور بالميدان يا حميدان، لاحظنا انه هذا الجهاز صار نفس بعد وقراءة يقرأ لنا الفراغات، نفتح ذلك الفراغ لم نجد المعدن. اذكر عدد اشرح، وين راح المعدن؟ هاي تبخر. قديم كانوا من متابعي قناتي يصنعوا أجهزة حديد ونحاس وهاي الأمور، لاحظ يقرأ لهم ويفتح مدافن بكر يا إخوان، لا يجد به إلا أواني فخارية فقط. لما نقول أواني فخارية لجرار فارغة، فانوس من فخار وهاي الأمور. ما هو النقطة المفقودة بهذا الموضوع؟ اذكر عدد اشرح. ما هي النقطة المفقودة من الموضوع؟ طيب احنا لما نصنع الأجهزة تبعونا يا اخوان، نصنع الأجهزة كمثال نعطيك، لما قلنا بنعرف احنا كيف نضبط الأجهزة. موضوع 2 على سبيل المثال نعتبره عيار المسجل القديم، المسجلات والراديوهات وهاي الأمور، المسجلات مع الراديو. طيب لما كنا نضع شريط الكاسيت في المسجل، لاحظ بتحس الشريط صار ياكله يعلك، أو المطرب أو المغني إلى آخره صوته صار خشن أو ناعم إلى كان في برغي معين، والذكي يفهم يا إخوان، كان في برغي معين توضيح الصوت، نلعب وضح الصوت. أو الفيديوهات القديمة، إذا ذلك الفيديو أو المسجل بنحاول أول شيء نمسح راس المسجل أو راس الفيديو، تتذكروا نمسح، نحط صورة لسه مثال أو صوت مقطع أو بسرعة. في عيار كنا نلعب زي برغي، تزيد وتنقص زي موجة الراديو، زي مثال موجة راديو، بوضح الصوت بهاي الأمور. بنلعب هيك أو هيك كي أقول أنا بدي إياه هيك كصوت كإشي، ذكرناها قديم، كأننا بنلعب بموجة
بموجة من إلى من إلى من، ذكرنا هاي السلسلة. طيب اليوم أنت صانع جهاز معين، مضيتها مثال تحفر على عروق شجر ورطوبة وهاي الأمور، هل هذا الجهاز يا إخوان يصلح للفحص؟ طيب أنت صانع جهاز معين، مضيتها طول مثال أحجار مشع، مثال وأحجار بسوريا مليانة يا إخوان أحجار، مثال البيزلت، أمثلة، مضيتها طول مشع بيزلت. عندنا بالأردن مثال أحجار الصوان كثيرة وأحجار صوان. جهاز بيشتغل عشوائي، قاعد عشوائي. انت هون الطامة الكبرى انت مش قادر تعطي لهذا الجهاز تفسير هل هو صالح ام معطل. واذا معطل كيف اليوم بدنا نرجع نصلحه زي ما صلحنا المسجل مثال والفيديو؟ امثلة نعطيك، كأننا بنلعب من الى من، ذكرناها يا اخوان من الى. اليوم بدنا نلغي اشي معين، ذكرناها قديم يا اخوان، اعتبروه اشعاع، اعتبروه اعتبروه تردد، اعتبروه اي شيء بدكم تسموه. اليوم انا مثال بدي اتفرج على القناة الأردنية، قناة أردنية، هل يجوز تطلع معي قناة أخرى؟ طب أنا بدي القناة الأردنية، التلفزيون الأردني، فهمنا كيف؟ إذا دخلت علي قناة أخرى، طيب أنا بدي ألغيها القناة الأخرى، بدي المحطة تبعتنا التلفزيون الأردني مثال، كيف بدي ألغي التداخلات الذي دخلت علي، أو نعتبره زي تشويش دخل علي، تشويش، إشي اسمه تشويش. لما نقول تشويش زي التنقيب إخوان، تشويش إشي طاغي على الآخر، تذكروا معدن طاغي على معدن. طيب المعدن اللي طاغي هذا على المعدن بدي ألغيه، هذا كيف بدي ألغيه؟ دخل علي تشويش اليوم أثناء الفحص بالميدان، دخلوا كلهم مع بعض، بدي اليوم أقيم هاي الأمور، بدي أخلي المهم والباقي ما بدي إياه، فهمنا كيف؟ بدي أخلي المهم اللي بهمني أنا وأنت بالميدان يا حميدان، الباقي ما بدي إياه. وإذا كيف فهم يا إخوان؟ عرفتوا كيف إحنا بنشتغل يا إخوان؟ عرفتوا كيف بنشتغل؟ لما نقول أجهزة هاي لي أنا وعارف طريقة شغلها، لا نضع بطاريات عشوائي ولا لد ولا ببرق وبرعد. اليوم صلاح خرفان لو إنه تاجر كذاب والذكي يفهم، بخلي منظر بالجهاز، منظر اللي انت تنجذب إله، اللي قلنا من برا رخام من جوا صخام يا إخوان. اليوم بدأنا في الفيديو، حبينا بس نحكي هذا الموضوع. اليوم كاليوم على سبيل المثال نحكي، انت تابعت قناة قبل ما تتابعني، مثال قبل ما تتابع أكاديمية المجد، ما استفدت شيء. الخلل أين يقع؟ اليوم أنا كفاتح محتوى، كأستاذ، كخبير، وليس طرطور وليس خبير ملقن. أنا لما نقول يا إخوان خبير ملقن، بيجي تلميذ ما بفهم سر الطبخة بتواصل مثال مع أكاديمية المجد، أمثلة نعطيك، ولا يفقه شيء. مثال بقول لي صلاح صنعنا سيخ للذهب وصنعنا كذا، طب أنا تلميذ زيه كيف الطريقة؟ صور لي الجهاز، والله ضفنا حطينا جهاز على المادة كذا وحطينا كذا معين، وصلاح ما شاء الله انه هذا الجهاز فتاق قناص كذا، بتلاقي ذلك الشخص اصلا لا هو ميدان ولا حميدان. عرفنا يا اخوان انا ليش ما بنزل اجهزة على القناة؟ كنت قديم ننزل ووضحنا هاي الامور. جهازنا نصنع مثال بعدة طرق، قلنا نصور من المتابع، فهمنا؟ من بس ما جربنا، لا أنا ولا أنت ما جربنا.
فهمنا الموضوع؟ كيف أنا بدي أتقبل إشي من شخص على سبيل المثال قال لي صلاح بدنا نستعمل الولاعة، بدنا نضعها على المقبض، أمثلة، وبتشيل ذنب للفراغات. طيب أنا إذا ما عندي خبرة بصدقه وباجي بشرح على القناة يا إخوان يجب أن نضع ولاعة على المقبض أثناء الفحص، اللي بقول لك بتوجه فراغ، واللي بقول لك بتعزل، واللي بقول لك لولا يا دارية مثال. فهمنا الموضوع؟ أنا ما بتقبل هاي الأمور. أنا لو إني تلميذ اللي قلنا تلميذ ملقن، مش إحنا مش وليد الميدان مثال، ما بنعرف شو بدور حوالينا، بيجي واحد يقول لي ولع، بقول له ولع، يلا نزلوا ولاعة على القناة. فهمنا كيف؟ بعمل حقل تجارب الأجهزة المصنعة إلى شرحنا عنها قديم. تذكروا جهازنا اللولبي؟ ماذا قلت لمتابعي قناتي؟ نعم أحسنت، أنت من متابعيني باستمرار. ماذا قلت؟ لا أنصح به التلميذ. تذكروا جهاز اللولبي أجهزتي؟ تذكروا؟ معنا بدرس قلنا كتلميذ لا أنصحك بالفحص به لأنه حركاته كثيرة، مش رايح أنت تعطي له تفسير. فما بالك اليوم أنا آجي مثال أضيف هاي البطارية على أجهزتي هون. نعطيك مثال ذكرناه قبل عدة أيام. بمد سلك من هون وسلك من هون، وباخذ منه وصلة لد وببرق وبرعد، وأنا أصلا مش فاهم سر الطبخة. تلك الأشخاص اللي فاهمين سر الطبخة كتجار فقط لا غير. احنا ما بنقصد التلميذ يا اخوان، ما بنقصد التلميذ النصاب اللي طلعناه من القناة، لا 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 لا. أنا من قديم الأجل وأنا بحكي عن كمان جماعة الأجهزة لليوم، إلا من رحم ربي طبعا. واحد بيعجبه المنظر، أنا أنت كمستهلك بيعجبك المنظر، مثال بيعجبك منظر، أنت كمنظر بيعجبك منظر الجهاز نفسه، الطرق إلى آخره، مثال أنت بيعجبك كمنظر من برا الخام ومن جوا الخام فقط لا غير. أنت عجبك منظر ليد وببرق وبرعد وبضوي وبطفي. قديم صورنا بتتذكروا يا اخوان سماعة البلوتوث الكبيرة، سماعة. طيب لو بدي أضحك أنا على المتابع، فهمنا الموضوع؟ نصنع أجهزة وليد ونضوية، والله العظيم نخلي منظرها حلو يا اخوان، بنحطها بعلب المنظر اللي بدك إياه وتسويق، يلا سوق، بس مش محتاج. فهمنا الموضوع؟ مش محتاج. لما بنقول يا أخي أنت شو بهمك العنب ولا تقاتل الناطور؟ يجب أنه تستخدم الحديد والنحاس. إلي سيخ الحديد والنحاس إلي يا اخوان اللي بسرقه واللي ببيعه. احنا بنحكي عن الدجالين والكذابين. ماذا يقولوا؟ سيخ الحديد والنحاس مش لصلاح. لما يثبتوا تحدي كلهم يا اخوان تحدي من هذا المنبر، لما تطلعوا واحد صوت وصورة نجيب المادة هاي ونحطها هون، إذا كان حديد نحاس بنجيب كذا بنلصق إلى لما تجيبوا لي فيديو صوت وصورة واحد طالع يشرح على قناته بالصوت وبالصورة، فمن الموضوع وليس من الذكاء الاصطناعي والذكي يفهم انه انصنع بال49 وال46، بوعد مني لأغلق القناة يا اخوان. غيره هاي حكيناها من 2020 كمان، دائما بنحكيها، الى حين يثبتوا لأغلق القناة يا اخوان. واحنا بتعرفوني قولوا فعل، لاني عارف مش رايحين يجوا حتى تقوم الساعة، لانه عارف مين تحدث لسانيا ولفظا وتسجيلا والى اخره. نجيب، انت فهمت كيف؟ ايوه حديد ونحاس بالطريقة هاي. انا قلنا حديد نحاس نطلي، صورتوا الفيديو اللي عمله برضو قناة ابداع سهر، فهمنا الموضوع؟ اجهزتي هاي يا اخوان كيف انت، او بدناش نعطيهم قيمة، احنا بنقول عن التحالف مع الشياطين. مثال أنا بنقول المستشعر هو الجهاز، ما إلي بأي قناة يا إخوان. أنا
إن شاء الله بفحص لي من المغرب للأردن عبر القارات بسيخ مجرد، أنا هون ماليش بيه يا إخوان، لا إلي بيه ولا بكلامه. فهمنا الموضوع؟ لما بدك تثبت علم خوارق اثبتوا لمتابعيك، أنا شو دخلني بيهم يا إخوان؟ سؤال. إحنا بنقول حديد ونحاس كذا، بيجي لك علم خوارق بقول لك لا، الحديد والنحاس اللي يجب أن نعمل به ونجيب ونسوي مثال. طرحنا هاي السلسلة من قديم الأجل، والمية تكذب الغطاس، كأننا عازلين وليس ببرق وبرعد، والذكي يفهم، وليس يبرق ويرعد، وليس الضاو كذب ونصب من الموضوع إلى آخره. السلام عليكم.